مورنينج من السبت للخميس على الشرق الاوسط 89.5 FM. It's the morning. It's the morning. It's the morning. It's the morning. It's the station. لسه معاكم في ايست مورنينج على 89.5 FM، والنهارده لحد يوم الخير معانا فيه النهارده مدير البرامج الطب العلاجي باحدى المؤسسات الخيريه دكتور اسلام المحلاوي. صباح الفل يا دكتور. بس برضه يعني قدامي الاسم برضه خلي بالك. صباح الخير يا مريم. احنا عايزين عمليات للذاكره. اكيد. النهارده هنتكلم عن حاجات كتيره جدا. يمكن المؤسسه اللي حضرتك بتعمل بيها ليها مجهودات خيريه كتيره قوي على مستوى المجتمع المدني كله، سواء بتقدم مساعدات او في التعليم او حتى ممكن تدرب ناس واعاده تاهيلهم. لكن النهارده هنتكلم عن الجزء الخاص بحضرتك اللي هو الطب العلاجي. فاحنا بنسمع عن ان مثلا ممكن تعمل عمليات قلب او ان هي تعمل عمليات القوقعه للاطفال، ودي مهتمين بيها جدا. لكن ايه كمان ممكن تقدمه المؤسسه؟ صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المستمعين بتوعنا. صباح الخير دكتور اسلام. ان شاء الله يوم جميل كده ومليء بالسعاده والامل لكل الناس. يا رب ان شاء الله. احنا كمؤسسه من اهم مؤسسات المجتمع المدني داخل جمهوريه مصر العربيه، احنا بنقدم مساعدات للناس في كل المجالات. والشعار الاساسي بتاعنا ان احنا بنسعى الى تنميه الانسان. تنميه الانسان هو ده مهمتنا الاساسيه، فاحنا بنقدم كل ما يفيد في تنميه الانسان وسد احتياجاته بالنسبه للاحتياجات الصحيه، او ما يرفع انتاجيه هذا الانسان ويجعله شخص منتج في المجتمع. في الحقيقه احنا بنعمل حاجات كتير كجزء طبي او مساعدات طبيه علاجيه زي القوافل الطبيه مثلا. بنعمل دعم وتاهيل للمستشفيات اللي هي بيكون ناس كتير بتقدر ان هي تستفيد منها. بنعمل دعم وتدريب للاطباء مثلا، بحيث ان احنا نعد كوادر بشريه تقدر ان هي توصل خدمه طبيه بشكل كويس لكل الافراد الشعب المصري. طب حضرتك اللي بتقوله ده محتاج بروتوكول تعاون مثلا مع يعني اماكن التامين الصحي او المستشفيات الحكوميه او وزاره الصحه بشكل عام؟ طبعا احنا ما حدش ينكر ان وزاره الصحه هي شريك رئيسي يعني. خليني اقول لحضرتك ان منظمات المجتمع المدني دورها ليس بديل للحكومه، تمام، ولكن احنا بنشتغل يدا بيد، تمام. ويمكن ده احد الحاجات اللي كان رئيس السيسي يعني اعلن عنها، ان هو بيطلب من مؤسسات المجتمع المدني ان هي تؤدي دورها ودورها الفاعل على الارض. وده لو احنا لاحظنا حتى في الدول المتقدمه والاكثر يعني تقدما من مصر، عندهم مؤسسات المجتمع المدني بيبقى ليها دور فاعل يكاد يكون او يقارب من دور الحكومه. بس يا دكتور بعد اذن حضرتك، ما بتبقاش المنظمات المجتمع المدني بره ما بتبقاش بتقوم بدور كبير في الصحه مثلا في التعليم، انما بنشوفهم بيقوموا بدور في ايواء بعض المشردين او في توصيل بعض الاعانات والمواد الغذائيه لبعض منكوبي الاعاصير او المشكلات العامه. خليني اقول لحضرتك مفاجاه، ان اكبر كليه طب في العالم هي منظمه مجتمع مدني اللي هي هارفارد. تمام. اكتر من جامعه، تمام، هي اساسها هي منظمه مجتمع مدني NGO. واكتر من مستشفى من اكبر المستشفيات على مستوى العالم هي مستشفيات قائمة على التبرعات وعلى الدعم من الناس، وهي مجرد منظمات مجتمع مدني. دي معلومة جديدة جدا. يعني امل في وسط الضلمة ان يعني احنا مش عايشين على المعونات او على شغل المجتمع المدني فقط. المجتمع هو اساس التقدم في اي شعب. احنا لو قدرنا ان احنا نزود الاويرنس او نزود الوعي بتاع المجتمع ان هو يؤدي دوره، ان هو يساعد، ان التكافل يعني هو بمنتهى البساطه هو مفهوم التكافل. الناس كلها اللي يقدر يدي اللي ما يقدرش، وفي النهايه ازاي ان احنا نستغل ونستفيد للتبرعات اللي هي بتيجي دي. وده دور او دي حاجه يعني بصراحه انا شايف ان هي حاجه فريده بتعملها المؤسسه اللي انا بنتمي ليها، تمام. ان احنا مش مهمتنا ان احنا مجرد ان احنا ندعم الناس، يعني ان احنا بس نقدم لهم دعم مباشر، بل بالعكس احنا ممكن ان احنا ناخد الجنيه اللي انت بتتبرع بيه ده ونقدر ان احنا نوظفه بشكل كويس، بحيث ان هو بدل ما يخدم شخص يخدم 10 اشخاص. جميل. وهو ده يعني هو ده الفكر الاستراتيجي اللي احنا بنحاول ان احنا نطبقه، تمام.
في النهاية عشان نوصل ان الموضوع مش مجرد مساعدات مباشرة، ولكن هو تنمية. والتنمية دي لابد ان هي يكون ليها عائد على الوضع العام في البلد، ليها عائد على الاقتصاد بتاع بلدنا. تمام. فبمنتهى البساطة ان احنا بنحاول ان احنا نوصل الخدمة الصحية للناس. تمام. عن طريق برضو مساعدات مباشرة في العلاج، نساعدهم في العمليات وفي التحاليل الطبية وفي الكشف. احنا عندنا اكبر برنامج مكافحة عمى في مصر. كان هو بدأ من فترة كبيرة جدا. مكافحة عمى؟ ده اكبر برنامج لمكافحة العمى، احنا بدأناه من حوالي 6 سنين. تمام. ايه مكافحة العمى يا دكتور؟ يعني انا اول مرة اسمع المصطلح ده. مصطلح مكافحة بنحاول ان احنا نقضي على كل الاسباب اللي هي ممكن تؤدي في الاخر الى العمى. زي تمام. زي مثلا المياه الزرقاء، زي المياه البيضاء، زي مشاكل الشبكيه. تمام. الحاجات دي كلها. تمام. احنا بدأنا البرنامج من حوالي 6 سنين بالتعاون مع شركاء كتير، هم اكبر شركاء موجودين كمستشفيات وكاطباء وحاجات زي كده. تمام. النهارده احنا عندنا احصائيات، عندنا نسبة 20% من الناس اللي هم في الصعيد قدرنا ان احنا كانوا ممكن يصابوا بالعمى، حاليا اصبحوا افراد عاديين ومنتجين على كل المستويات. تمام. دول اخترتوهم في الاحصائيات دي من اللي مثلا عندهم ميه بيضاء او جلوكوما او الحقيقة احنا بنعمل قوافل طبية، احنا بنعمل في السنة حوالي 50 قافلة طبية. تمام. بتهدف الى ان هي تعمل لهم العمليات الجراحية اللي هم محتاجينها، تعمل لهم مثلا تمام. في النهاية الناس دي موجودين في اماكن اوتريش، يعني مثلا في مناطق زي الصعيد بعيدة شوية، متطرفة شوية او نائية. مناطق متطرفة او نائية. احنا وصلنا لحد حلايب وشلاتين وجبل علبة، وصلنا لحد حدود السودان. قد ايه الناس دي محتاجة حد ان هو يروح ويشوفها هناك، قد ايه الناس دي محتاجة حد يهتم بامرها، يعني محتاجة حد ان هو يعني يوصل لهم خدمة طبية. احنا وصلنا في جبل علبة مكان ما وصلتوش قافل طبية قبل كده. تمام. وفي النهاية الناس دي محتاجة خدمة طبية، لو محدش راح لها ومحدش وصل لها الخدمة الطبية دي، في النهاية هيكونوا افراد مرضى مش هينتجوا كويس، وبالتالي اقتصاد بلدنا يبدأ ان هو يقل. ده بمنتهى البساطة اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله كمنظمة مجتمع مدني تهدف الى التنمية وليس الى المساعدة المباشرة. كنا بنتكلم دلوقتي مع دكتور اسلام عن العمى، فممكن نتكلم بعد شوية يا جماعة عن الاطفال. في عمليات خاصة بالاطفال وخصوصا اللي عندهم مشكلة في السمع، ازاي نقدر ننقذهم، نحولهم لافراد منتجين من وهم صغيرين جدا، وننقذهم من اعاقة ممكن تسبب لهم مشاكل كتيرة قوي، اولها المشاكل النفسية. خليكم معانا هنا في ايست مورنينج مع الدكتور اسلام المحلاوي، مدير برامج الطب العلاجي باحدى المؤسسات الخيرية. معاكم مريم وعمرو، مكملين على 89.5 FM في النهارده خير. خلي ليلي بالحنان يطول، خلي حالي بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان تقول بالغرام هالكون بتاعنا، ويا سلام مش باقي حدا، وقلبي انا حاله ابتدى ما في نشوف ما بدنا قمر، وفي ليل ما بدله صار، وفي عيوننا فيها نظر الغرام. خلي ليلي بالحنان يطول، خلي حالي بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان
مورنينج من السبت للخميس على الشرق الاوسط 89.5 اف ام. It's the morning. It's the morning. It's the morning. It's the morning. It's the station. النهارده خير كل يوم حد معانا في ايست مورنينج. عمرو ومريم مكملين معاكم، ومكمل معانا دكتور اسلام المحلاوي مدير برامج الطب العلاجي باحدى مؤسسات المجتمع المدني. بلاش تغلطي تاني. ايوه انا عايزه عمليه بقى للحكايه دي، يعني حاول انت تتعود، يعني المستمعين تعودوا معايا، حاول انت تتعود معايا، تتاقلم. انت بتتاقلم في الصعيد وبتروح قوافل طبيه وبتشوف كتير قوي، يعني اكيد انا مش جديده عليك. لا انت زي الفل. ربنا يخليك. النهارده اتكلمنا، او في اللينك اللي فات اتكلمنا عن القافله اللي كانت بتعالج العمى، لكن دلوقتي انا عايزه نتكلم عن عمليات القوقعه للاطفال. الاول ليه العمليات دي مهمه قوي؟ ليه بيتكلموا عنها دلوقتي كتير وبيأكدوا على اهميتها بالنسبه للاطفال؟ اوكي. بص يا مريم، المشكله بتاعت القوقعه دي هي الاعاقه السمعيه اللي هي بتكون موجوده عند الاطفال. لو قعدنا نحلل الموضوع، هي ايه اللي بيخلي يحصل اعاقه سمعيه او عدم استجابه من القوقعه اللي هي الموجوده اصلا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا. دي ليها اسباب كتير، ولكن اهمها هو العامل الوراثي. تمام. وعشان كده لما نقعد ان احنا نشوف المشاكل الاعاقه السمعيه دي موجوده فين اكتر، هنلاقي ان احنا اكتر مكان فيه هيكون موجود في الصعيد. ليه؟ عشان جواز القرايب. زواج الاقارب دي حاجه مهمه جدا. المشكله ان الناس ما عندهاش وعي بالمشكله واسبابها. ازاي ان الام تتابع في خلال فتره الحمل بعض الحاجات اللي هي ممكن تحصلها، زي الحصبه الالماني مثلا، زي الالتهاب، يعني بعض الفيروسات اللي هي ممكن تصاب بيها الام. كل ده ممكن يسبب في مشاكل في القوقعه عند الطفل. بالظبط. في النهايه هيخلي لنا الطفل ده عنده اعاقه سمعيه. تمام. النقطة اللي بعدها، ازاي ان الام تكتشف ده. ايوه. ازاي ان هي تكتشف ده وتكتشفه بدري، لان دي الاعاقة الوحيدة اللي احنا نقدر نمنعها بشكل كامل، ولكن لو قدرنا ان احنا نعمل ده في وقت مناسب. الوقت المناسب ده قبل سن 5 إلى 6 سنوات. تمام. لازم العملية تتعمل. لازم العملية تتعمل. طب العملية دي بتتكلف كام؟ العملية في الحقيقة هي مكلفة جدا، يعني من حوالي سنة ونص مثلا كان سعرها حوالي 160,000 جنيه، وده رقم كبير على اغلب الاسر المصريه. يعني انا كنت متخيله مثلا ان الاهتمام او العلاج او المساعده هتبقى
غالبا موجهه للاسر الفقيره او المحتاجه، لكن بالظبط. واضح لا، ان لا. كده ده موجه لشريحه اكبر لشريحة من أكبر المجتمع. لشريحة أكبر. خليني أقول لك إن آخر إحصائيات عندنا إن إحنا عندنا 7000 طفل محتاجين عمليات زرع قوقعة في مصر. تمام. التأمين الصحي هو الأب الشرعي للناس دي. كلهم خاضعين لنظام التأمين الصحي. التأمين الصحي لا يألو جهد إن هو يعني يساعدهم، ولكن في النهاية هو إمكانياته محدودة. ما يقدرش إن هو يعني يساعد كل الناس دي في ظل الارتفاع الكبير في اسعار. طب العمليه دي غاليه ليه؟ شوفي، هي العمليه غاليه لان اولا الجهاز اللي بيركب ده بيكون غالي. يعني الجهاز اللي بيتم تركيبه ده بيكون غالي، وده مش غالي في مصر بس، غالي في اوروبا. حتى الدول اللي هي بتنشئه واللي بتصنعه بيكون غالي فيها. تمام. الحاجه الثانيه ان بتحتاج تكنيك عالي. تمام. مش اي دكتور بيقدر ان هو يجري العمليه دي. تمام. ففي النهاية برضو بتتعمل في مستشفيات على مستوى معين. عندنا مستشفيتين في الحقيقة تابعين للتأمين الصحي، مستشفيات هايلة عليها دعم كويس، ولكن في النهاية هي ما تقدرش ان هي تتحمل كل هذا العدد من الحالات. طب المؤسسة عندكم هي بس بتتكفل بالطفل من ناحية التكاليف، ولا بيبقى فيه مساعدة؟ يعني هل التأمين الصحي بيقوم بالعملية وانتوا بتدفعوا التكاليف، ولا بيبقى فيه مشاركة كمان في العملية وإعادة التأهيل بعد كده؟ خليني احكي لك بقى السيناريو. الحالات دي بتمشي ازاي. الأطفال دول بيتم اكتشافهم الأول عن طريق ازاي؟ الأم. يعني هي الأم هي العنصر الرئيسي، وده يمكن برنامج احنا بنحاول ان احنا نبدأ نفعله. ازاي ان احنا نوعي الأم ازاي ان انت تكتشفي الإعاقة السمعية بشكل مبكر عند ابنك. في بعض العلامات لازم ان هي تاخد بالها منها. النمو بتاعه اللغوي لازم ان هي تبقى عارفه امتى الطفل بيتكلم، امتى بيبدا ان هو يسمع ويميز الاصوات. اصل احيانا يقول لك الطفل مطنش. لا الحقيقه هو مش مطنش ولا حاجه. تمام. لابد ان الام تتعامل مع كل الحاجات دي بشكل جدي. تمام. لان هي في النهايه ممكن ان هي فيقول لها ان ابنها ده كويس ما فيهوش مشكله، او ان الولد ده محتاج اهتمام اكبر ومحتاج دكتور سمعيات، ومحتاجين ان احنا ندخل في القصه دي. وده في النهايه هي بتنقذ حياته. صدقيني يعني بمنتهى البساطه ان الطفل ده اذا قدرنا ان احنا نحاول نعمل له العمليه ونعمل له التاهيل، احنا بنحوله من شخص معاق الى شخص سليم ومنتج بعد كده. لغايه سن كام اقول ان الطفل فيه مشكله عنده في السمع او في النطق، فبالتالي لازم اوديه للدكتور علشان يعرف اذا كان فيه مشكله ولا لا؟ هي بعض الملاحظات لازم الام تاخد بالها منها. لازم ان هي تتعلم كويس جدا المراحل بتاعه النمو بتاع طفلها، المراحل بتاعه التمييز، كمان مراحل النمو الفكري بتاعته. تمام. امتى يميز مامته، امتى يقول كلمات مثلا من حرفين، امتى يقول كلمات من 4 حروف، امتى يبدأ ان هو يتفاعل لغويا مع المجتمع. تمام. ودي حاجات سهلة جدا. احنا يعني في اطار ان احنا هنعمل حملة ان شاء الله يعني للتوعية. تمام. لان التوعية هنا هي الهدف الرئيسي. تمام. كجزء برضو من الانشطة اللي احنا بنحاول نعملها، ان احنا هنحاول ان احنا نعمل فحص مبدئي. تمام. لكل الاطفال اللي نقدر ان احنا نوصل لهم، وده يعني ان شاء الله يكون جزء من نشاطات القوافل الطبيه بتاعتنا. احنا اوريدي هنعمل حاجه زي كده، في حاجه حاليا قائمه احنا بنجهز لها. تمام. ودي هتبقى اول مره تتعمل في جمهوريه مصر العربيه ان احنا نعمل فحص للاطفال. حاجه سهله جدا. الجهاز يعني الفحص ده بياخد بالظبط 3 دقائق. تمام. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نطمئن الطفل ده بيسمع ولا ما بيسمعش. طيب لا قدر الله والفحص اثبت ان الطفل عنده مشكله، الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعدها بيبدا بقى الطفل ده يروح لدكتور متخصص في السمعيات. تمام. ويبدا ان هو يحدد لنا هل المشكله دي جايه من التوصيل من خارج الاذن، ولا هي المشكله في العصب نفسه بتاع يعني الخطوه اللي بعد كده ان احنا نحدد المشكله فين. نحدد المشكله. تمام. وبعد كده بيبقى سيناريو التأمين الصحي. التأمين الصحي بيقدر ان هو يدعم عدد كبير جدا من الاطفال دي. ولكن هو في النهاية هو بيدعمهم ب90,000 جنيه لكل طفل. تمام. ورقم ده برضو يعني احنا وصلنا له بعد يعني في الحقيقة مجهودات كبيرة من هيئة التأمين الصحي، وهم بيعملوا في الحقيقة مجهود كويس جدا في الموضوع ده. ولكن في النهاية ان الطفل ما بياخدش كل سعر العملية، هو بياخد 90,000 اللي هو جزء. تمام. وبعدين بقى تبدأ رحلة كفاح.
يبدا الباقي ده بيقدمه التأمين الصحي ولا الطفل؟ لا، الباقي ده المفروض ان الطفل هو اللي بيدفعه، تمام، ولكن برضه ستيل ان هو هيفضل رقم كبير قوي، تمام. فبيبدا ان هو يروح لكل منظمات المجتمع المدني، تمام، اللي هي بتساعد في العمليه دي. وتقريبا احنا عندنا اغلب منظمات المجتمع المدني بتساعد، بس هو بيروح لكل منظمه من دول ياخد منها جزء من الفلوس، تمام، لحد ما في النهايه يجمع الرقم اللي هو يعني باقي على العمليه، تمام. ده بياخد منه وقت كتير، مجهود كتير، بيخليه في الحقيقه عرضه ان هو يعني ممكن يفوت الميعاد بتاع العمليه اللي هي لغايه سن 6 سنين، اللي هي لغايه سن 6 سنين، وفي انجلترا يعني بيقولوا 5 سنين، وحاليا ده اصبح المعتمد في مصر. عندنا 7000 طفل عندهم مشكله في القوقعه السمعيه. القوقعه السمعيه او مشاكل السمع يا جماعه مش بتاثر على السمع بس، على النطق، على النمو الفكري. هيبقى لنا كلام اكتر مع دكتور اسلام المحلاوي عن الموضوع ده. خليكم معانا هنا في ايست مورنينج لان النهارده خير. اظبطها عالشرق وهتسمع الفرق. اظبطها على 89 ونص من مصر للمحلة الإسماعيلية والأسرة. على إذاعة الشرق استمتع بالعربية هتسمع علشان تبقى قد الرواق. اظبطها على الشرق واسمع الفرق. عناوين الأخبار من إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. أهلا بكم. النائب العام يصدر قرارا بحظر التواجد في نطاق حطام الطائرة الروسية المنكوبة لحين انتهاء التحقيقات. جلسة مباحثات بين الجانبين المصري والروسي للاطلاع على ملابسات الحادث، واليوم بدء تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين. الخارجية الروسية تعرب عن تقديرها للجهود المصرية في التعامل مع آثار الحادث. الأزهر والكنيسة ينعيان ضحايا الطائرة الروسية ويتقدمان بخلص التعازي للحكومة والشعب الروسي. وزير الخارجية سامح شكري يبحث عن نظير العلاقات الثنائية والوضع في سوريا. استعدادات أمنية مكثفة في اليمن لمواجهة آثار تشابالا المداري الذي يتجه نحو شرق خليج عدن. مقتل 8 أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو. بدء الانتخابات التشريعية في تركيا وسط أجواء من التوتر تسود البلاد. وتنظيم داعش الإرهابي يطالب الأتراك بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. والأخير الناخبون في أذربيجان يصوتون في اقتراع تشريعي وسط مقاطعة المعارضة. It's the morning, it's the stereo. يما القمر عالباب نور اناديله. يما القمر عالباب نور اناديله. يما ارد الباب ولا اناديله اناديله. يما 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 القمر عالباب نور اناديله. يما ارد الباب ولا اناديله اناديله. يما يما القمر سهران مسكن باله زمان زمان. يما القمر سهران مسكن باله زمان. عينه على بيتنا باين عليه عطشان وحد من الجيران وصف له ليلتنا ولا ارد الباب
ايست مورنينج من السبت للخميس على الشرق الاوسط 89.5 FM. It's the morning. It's the morning. It's the morning. It's the morning. It's the station. رجعنا مرة تانية لسه مكملين النهارده خير مع دكتور اسلام المحلاوي مدير برامج الطب العلاجي باحدى مؤسسات المجتمع المدني. دكتور اسلام بنجدد التحيه لحضرتك، وكنا من شويه بنتكلم عن فكره زراعه القوقعه وقد ايه هي عمليه مكلفه جدا وقد ايه المشق اللي بيتكبدها والد او والده الطفل المريض، وبعد ما يحصلوا على الدعم 90,000 جنيه من الحكومه من التامين الصحي زي حضرتك ما افدتنا، بيبتدوا يلجأوا لمنظمات خيريه تديهم باقي المبلغ. ايه الاجراءات اللي هم بيعملوها ومن وجهه نظر حضرتك كحد متخصص في هذا المجال بيتكبدوا مشقه كبيره جدا ولا ايه اللي بيحصل؟ هي في الحقيقه يعني هي مشقه كبيره جدا. ثانيا بتحتاج منهم وقت كتير جدا، ممكن ان هو يخلينا في النهايه نخرج خارج اطار السني اللي احنا محتاجين ان احنا ما نتجاوزوش عشان نجاح العمليه دي. خليني اقول لحضرتك ان العمليه دي لابد ان هي تتعمل قبل وقت معين. احنا بنحارب ضد الوقت، ضد الزمن. لازم ان الام تكتشف المرض دي بدري، تمام. ولازم ان هو يروح يعمل الفحوصات بتاعته بدري، ولازم يرجع بعد كده ياخد لسه عنده اجراءات التامين الصحي بدري بسرعه، وفي النهايه كمان يرجع يجمع من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات اللي هي بتساعد. في الحقيقه يعني في هيئات كتير بتساعد في الموضوع ده لايمانهم ان دي اعاقه يمكن ان احنا نتغلب عليها تماما، ويعيش طفل. ومن احياها هذا الطفل كأنما احيا الناس جميعا. من احيا هذا الطفل اللي هو هيكون انسان معاق، اللي هو هيكون معتمد على غيره طول حياته، تمام. ان هو مش هيكون فرد منتج، تمام. وعشان كده في جهات كتير بتساعد. فاحنا لما حبينا ان احنا نفكر في المشكله بشكل عام، بدانا ان احنا نشوف ان البدايه لابد ان هي تكون توعيه زي ما شرحت في المره اللي فاتت، تمام. وبعد كده نبدا ان احنا نحاول الاكتشاف المبكر عن طريق مثلا القوافل الطبيه السيرفيز اللي احنا بنعملها، المسح المبكر، وده عشان خاطر ان احنا نكتشف المرض بشكل مبكر. كل ما نكتشفه بشكل مبكر كل ما هيكون افضل بالنسبه لنا. طب يا دكتور، بالنسبه للهيئات الكتيره اللي بتقدم خدمات كتيره قوي، ليه ما يبقاش فيه مثلا نوع من التحالف بين المؤسسات الخيريه دي؟ بالظبط، يعني هو ده في الحقيقه اللي احنا فكرنا ان احنا نعمله. وفي الحقيقه كل الناس كانوا متعاونين، لان كل الناس بتهدف الى الخير للطفل ده. كل الناس بتحاول ان هي تساعده. يعني التحالف ده هيتم على مستوى القوقعه بس، عمليات القوقعه، ولا على او دي كبدايه؟ يعني كبدايه احنا هو في الحقيقه التحالف ده تم، تمام. احنا وقعنا بروتوكول تحالف ما بين اكبر 5 مؤسسات مجتمع مدني في مصر. ده كان يوم الاربعاء اللي فات. مبروك. الله يخليك فيك. مبروك لينا يعني. مبروك لينا كلنا ان شاء الله. الهدف منه ان احنا نخلي الطفل ده هيتعامل مع جهتين. هو هيتعامل مع هيئة التأمين الصحي، وهيتعامل مع تحالف مؤسسات المجتمع المدني. ده كمرحلة اولى ان احنا ان شاء الله يعني احنا بنسعى، واملنا كبير جدا ان هيئة التأمين الصحي يعني تدخل هي كمان معانا في هذه الشراكة. في الحقيقة هم متعاونين جدا. دكتور ابو بكر المكاوي يعني حد من الناس الهايلين جدا. يعني انا عرضت عليه الفكرة قبل كده وهو ابدأ اعجابه الشديد بيها، تمام. وفي النهاية لو احنا قدرنا ان احنا نعمل تحالف كمان ما بين مؤسسات المجتمع المدني او المنظمات الغير هادفة للربح دي مع التأمين الصحي، تبقى مشكلة اتحلت بنسبة كبيرة جدا. تقريبا احنا هنبقى المظلة العلاجية اللي يدخل تحت منها كل الاطفال دول. هدفنا ان احنا في اول سنة في التحالف ان احنا نوصل دعم ل 700 مريض، تمام. وده بميزانية مبدئية حوالي مثلا 35 مليون جنيه، تمام. والمرحلة اللي بعدها ان احنا نخليهم 1000، ونبدأ ان احنا في خلال 5 سنين ان احنا نقضي على 7000 طفل اللي هم محتاجين ان هم يعملوا العملية دي. يا جماعة اللي سامعيننا، لو انتوا فاكرين ان احنا بنتكلم في ارقام قليلة، 700 طفل من 7000 طفل، فاضربوا ال 700 دول في 160,000 جنيه اللي احنا قلنا عليهم في العملية، هتلاقيهم مبلغ كبير جدا الاطفال دي محتاجاه بجد. جميل ان يبقى في تحالف بين المؤسسات الخيرية في المجتمع المدني، لان
معنى كده ان اي جنيه انا هدفعه في اي مؤسسه انا عارفه في بالظبط. الاخر ان هو هيروح بالظبط، هو هيروح للطفل ده، هيروح للطفل المحتاج، اذا كان بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. واحنا من هنا بندعو كل مؤسسات ان هي تدخل معانا وتشاركنا في هذا التحالف. احنا مش بنسعى لهدف شخصي، ولكن احنا بنسعى لهدف عام لكل الاطفال. يا ريت كل الناس تشاركنا، تحط ايديها في ايدينا، واحنا نمثل الجزء الغير حكومي المكمل للعمل الجيد جدا اللي بيعمله هيئة التأمين الصحي. تمام، ونقدر ان احنا ندخل كلنا في شراكة معاهم، بحيث ان احنا في النهاية احنا عايزين نسهل على الاطفال دي يا جماعة. يعني الاطفال دي بيبقى عندهم مشاكل كتير، وجايين من اماكن بعيدة جدا وتعبانين ومش عارفين. طبعا اي حد عنده اعاقه بيقدر يعيش بيها، ده يعني فارس، احنا نديله التحيه ونتمنى له حياه يعني نقدر لكن لو نقدر نمنع الاعاقه، نقدر نعالجها من بدري. ليه لا؟ ليه نقف ساكتين احنا كمجتمع مدني؟ طبعا يعني عناصر كتير جدا بنتكلم فيها مع حضرتك دكتور، والوقت بيدهمنا، لكن محتاجين نلم اكبر قدر ممكن من الاستفاده من حضرتك. عايزين نتوقف دلوقتي مع فكره اعاده تاهيل المريض. عملنا العمليه خلاص، وصلنا اللي احنا عملنا العمليه. بالظبط. بعد العمليه بقى، بعد العملية هي المرحلة المهمة في حياة هذا المريض. تمام، أول 6 شهور بعد العملية لحد 2 ده بيتعمل له برنامج اسمه برنامج إعادة تأهيل. تمام، إعادة التأهيل ده بيكون عبارة عن جلسات تخاطب، عبارة عن تأهيل لغوي، عبارة عن تأهيل حركي، عبارة عن تأهيل ذهني. تمام، برنامج متكامل المفروض ان هو المريض او الطفل ده بيخضع له. تمام، علشان خاطر ان هو في النهاية المهم مش ان انا احط له جهاز هايل يخليه يسمع. بالظبط، هو الجهاز ده هيخليه يسمع، بس هو هيسمع ايه؟ لازم ده واللي هيسمعه هيفهمه ولا لا، وهيعرف ينطقه بعد كده ولا لا. بالظبط. وبتبقى العملية ان احنا بنحاول ان احنا ننمي الناحية اللغوية عنده، بننمي الناحية الذهنية عنده. تمام، ده المؤسسة الخيرية هي اللي بتقدمه ولا كمان بالتعاون مع التأمين الصحي؟ لا، ده في الحقيقة مش التأمين الصحي اللي بيقدمه، دي المؤسسة الخيرية هي اللي بتقدمه. تمام، وفي الحقيقة احنا كمان لما عرضنا ده على التحالف، في الحقيقة هم أبدوا رغبتهم الشديدة ان احنا كلنا برضو نتعاون على الخير. احنا كلنا لازم نتعاون على الخير، ان احنا يعني نبدأ ان احنا نساعد الاطفال دول في العمليات او عملية إعادة التأهيل بتاعهم. تمام، في نفس الوقت انا شخصيا لما بدأت ان انا اخاطب بعض الجهات الحكومية اللي موجودة في البلد، والتي لا تقل كفاءة عن اي جهة خاصة بتقدم الخدمة دي وتقدمها باسعار منخفضة جدا. انا سمعت 10 جنيه للجلسة. يعني انا كنت قاعد في مكان الاسبوع اللي فات، وقاعد في مكان يعني فولي ايكويبد بصراحة، يعني مجهز بشكل كويس جدا. تمام، الاطباء المشرفين عليه هم اساتذة كبار جدا. تمام، وفي النهاية بيقدم الجلسة ممكن توصل لحد 10 جنيه. وفي المقابل بتبقى الجلسات في الاماكن بكام؟ لا، اكتر من كده، اضعاف يعني اضعاف كده. بس في مصطفى درش، صباح الخير، لو سمحتوا ممكن نسأل الدكتور محتاجين متطوعين ازاي نتواصل معاه؟ هل في اي طريقة للتواصل معاك ولا بيبقى من خلال المؤسسة على طول؟ في الحقيقة هو التواصل بيكون من خلال المؤسسة. يعني هو يعني مصطفى يقدر ان هو بس يتوجه للمؤسسة ويقول لهم ان انا عاوز اتطوع في هذا المشروع، واحنا نحب كل الناس تكون معانا، كل الناس تحط ايديها في ايدينا، اللي هتتطوع بجهده واللي هتتطوع حتى بان هو هيدعي لنا بس ان ربنا يوفقنا في حاجه زي كده. دي حاجه كويسه، يقدر على حاجه اللي هيقدر ان هو يتبرع عشان خاطر المشروع ده. احنا يا جماعه محتاجين ان احنا نعمل موازنه تقارب موازنة وزارة الصحة عشان خاطر ان احنا نعالج كل تقارب موازنة وزارة الصحة علشان نقدر في خلال السنين اللي جاية عشان نقدر ان احنا نعالج الاطفال دول كلهم، نقضي على زراعة القوقعة او نزرع القوقعة، على المشاكل الإعاقة السمعية اللي هي خاصة بزراعة القوقعة. طبعا رقم كبير، احسبوا 7000 طفل في 150,000 جنيه. تمام، يعني احنا بنتكلم في رقم كبير جدا. طبعا تفاصيل اكتر هتكون على البيج في كومنت بعد قليل جدا، علشان نقول لك يا مصطفى ونقول لكل المتطوعين يقدروا يتوجهوا لفين، ولو في ارقام تليفونات وعناوين ايضا اكيد هيكون معانا كمان شويه. يعني شرفونا وانا حابب ان حماس الشباب ده هو ده اللي يسيطر على الناس. لازم الشباب بتوعنا واطفالنا هم دول مستقبلنا، لازم ان احنا نهتم بيهم، لازم ان احنا ننميهم.
احنا عندنا شباب كويس جدا. ده كان سؤالي التالي لحضرتك، يعني لو كنت حضرتك بتستخدم خبراتك الطبية وتعليمك ودراستك على امتداد السنوات اللي فاتت علشان تضيف للمجتمع المدني ويعني تدفع بكل ما لديك من اجل اهداف معينة وسامية جدا، الشباب الصغيرين اللي لسه في الجامعة او اللي لسه متخرجين او اللي لسه ما عندهمش اكسبيرينس او يقدموا ايه مع حضراتكم في المنظمة او في المؤسسة؟ ولو حاجة صغيرة جدا اللي هو كل حد بيقدر يعمل، يعني يعرف يعمل حاجة يعملها. تمام. انا في الحقيقة انا كنت طبيب، طبيب قلب يعني ما فيش علاقة بالحاجات دي كلها، ولكن انا لما بدأت ان انا ادخل في العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني واشوف قد ايه تأثير ده على الناس، واقدر ان انا اشوف الناس فعلا اللي هي محتاجة مساعدات بشكل قوي جدا، الناس اللي مش لاقيه، يعني الناس اللي مش لاقيه حد يعني يهتم بيها ويساعدها ويوصل لها خدمة طبية، ده بيخلي عندك نوع من الرضا النفسي. ازاي ان انت تحس بقيمة اللي انت اتعلمته او تتعلمه. مش لازم ان هو يكون طب، مش لازم مرتبطة بالطب، او يعني في التعليم، في التكافل، في مناحي الحياة، حتى يعني ان انت تعلم الناس ان هم ينظفوا بلدهم، ان هم يكونوا ناس منتجين. ايا كانت الاضافة اللي انت ممكن تضيفها هي في النهاية هتكون قيمة، والقيمة دي هتضاف لهذه البلد، وفي النهاية احنا هدفنا ان احنا ننشئ جيل الخير، جيل يكون من الاصحاء ذهنيا نفسيا، عندهم قدرة ان هم ينهضوا بالبلد دي. مصر بلدنا حلوة جدا، انا شفت بلاد كتير في العالم، في الحقيقة مش هتلاقي بلد دافية زي مصر، مش هتلاقي بلد كل فيها بالشكل ده. فعشان كده احنا لازم نشتغل عشانها بشكل كويس قوي، لازم نشتغل عشان الناس الطيبين الغلابة اهالينا، الناس اللي هي بتبقى في الشارع، الناس اللي هي في الصعيد مش لاقي حد يعني يوصل لها الدعم المناسب. هو ده يعني هي دي الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها في عشان يفضل فينا خير، عشان يفضل فينا خير. ده زي ما سمع الدنيا، ده اخر مسج هنختم بيها النهارده. صباح الخير عليكم عمرو ومريم، والله فيكم الخير، لان فعلا ناس كتيره قوي محتاجه المؤسسات دي، لان تكاليف العمليه دي كبيره. فيكم الخير انتوا مش احنا. دكتور اسلام المحلاوي، طبعا سعداء جدا بوجودك النهارده وانك سمحت لنا بالوقت ده من وقتك، ده شرف ليا. واكيد هنبقى في لقاءات تانية لان عندكم حاجات تانية كتير نقدر نتكلم عنها. اكيد يعني انا اتشرفت بيكم النهارده وسعيد بيك يا مريم وعمرو، ويا رب يعني يكون كل الشباب حلوين زي زوجك. ربنا يخليك يا دكتور، وان شاء الله المره الجايه نعرف من حضرتك زي مريم ما بتقول كده انجازات اخرى وخطوات اخرى بتقوموا بيها، وكمان يا ريت نعرف من حضرتك ردود افعال للمرضى اللي تم معالجتهم واللي تم اعطائهم الخدمه الصحيه اللي هم كانوا بيحلموا بيها، وهنعرف ده اكتر من حضرتك لما الدنيا تكون افضل من كده كمان بكتير زي ما هي دلوقتي ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور اسلام المحلاوي، مدير برامج الطب العلاجي باحدى مؤسسات المجتمع المدني. كنا معاكم النهارده في ايست مورنينج على الميكسر والعيد والاخراج لفاطمه عبد الله والاعداد لمحمد خضير ونانيس ايمن. كنا معاكم مريم محسن وعمرو ابو حمده، شكرا لك يا مريم. ما تنسوش ان النهارده كل يوم في خير.